ماكسيمم 80 كيلو. اللي على الشمال دي بتشيل معانا حوالي 100 او 110 كيلو بالكتير. اللي في النص دي بتشيل معانا لحد 135 كيلو. نفس اللي احنا قلناه ده على الوزن بنقوله برضو على الطول. اللي على اليمين دي مثلا لو يا كابتن محمد لو تطلع مثلا على المشاية عشان هم يبقوا متخيلين. محمد انت قلت لي كام طولك؟ طولي 180 وزني 67. حلو، هو طوله 180. فاحنا هنشوف هو طالع على المشاية دلوقتي هتبقى يدوب عليه، يعني مش هنقول ان هي مريحة. هيبقى يحتاج ان هو لو هيمسك اليد بتاعتها هيحتاج ان هو يبقى فيه سنة يعني تانية لتحت. امسك كده اليد يا محمد، هيبقى تاني نفسه لتحت وهو ماسكها. ده مش صح. انا المفروض وانا ماشي على المشاية ابقى فارد ظهري عادي وانا ماشي. فالنهارده المشاية دي بالنسبة لل 180 سنتي مش هتبقى احسن حاجة. هنبقى محتاجين ان يبقى الطول اقل شوية، 160 155 زي الفل. طب محمد لو جه طلع على المشاية اللي على الشمال خالص هيبقى ظهره مفروض اكتر شوية. لو احنا خدنا بالنا الدراع مرتفع ازاي، يعني الدراع هنا مرتفع شوية بس المشاية اللي في النص الدراع مرتفع اكتر، عكس بقى المشاية الصغيرة الدراع بتاعها واطي جدا. ده الفرق ايه سريع. طيب النهاردة هو لما هيجي يطلع على المشاية دي هيبدأ ان هو كوقفة هو هيبقى احسن بكتير من المشاية الاولانية. انما المشاية اللي في النص دي اكتر مشاية هو هيبقى مرتاح فيها وهو واقف بيتمرن وفارد ظهره وماسك برضو من قدام مفيهوش اي مشكلة. طيب هل دي اكبر مشاية موجودة عندنا؟ لا خالص. احنا عندنا مشاية اكبر كمان، تقريبا الطول بتاعها وارتفاعها ممكن يكون يقرب من كتف محمد وهو واقف على الارض، لان هي عالية جدا. النهاردة لو احنا واخدين بالنا محمد هنا على المشاية دي بقى واقف وبيتمرن وهو يعتبر فارد ظهره مفيش مشكلة، وفي نفس الوقت مش تاني ظهره لقدام فمرتاح وهو بيتمرن. بس المشاية دي الموتور بتاعها دي سي، واول واحدة برضو الموتور بتاعها كان دي سي. طيب نيجي بقى على المشاية اللي في النص يا كابتن محمد. هنا بقى دي هتبقى اكتر مشاية مريحة لمحمد. هيبقى فارد ظهره، هيبقى مرتاح خالص لان هي عليهم تماما. الموتور بتاعها ايه